من محافظات دمياط وبورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والشرقية، والمتجه إلى الجنوب والعكس دون الدخول إلى مدينة القاهرة. السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، اسمحوا لي سياداتكم أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان للسيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الدعم الصادق والتوجيهات البناءة والمتابعة المستمرة التي كان لها عظيم الأثر في رفع الروح المعنوية والتغلب على جميع المشاكل، وبما مكننا من تنفيذ مهمنا في أزمنة قياسية تصل إلى 30 إلى 40% من الأزمنة المخططة لمثيلاتها. أنا دلوقتي موافق على الشكر بشرط إنك تسلم في 6 أكتوبر. إن شاء الله يا فندم، إن شاء الله، إن شاء الله يا فندم، إن شاء الله، إن شاء الله. مشكورين جميعا يعني. إن شاء الله يا فندم. السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، أستأذن سيادتكم في هذه المناسبة تقديم هدية تذكارية. أنا الحقيقة يعني يظهر لنا جميعا يوما بعد يوم أهمية التكامل والتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة رجالها وقادتها وأبنائها جميعا وبين باقي مكونات الدولة والمجتمع. ويبدو لي أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى تكوينه العسكري المتميز أيضا لديه عقلية هندسية متميزة أيضا، يعني واضح أن الهيئة الهندسية